الجونة. I love you الجونة. روجينا، ايه الحلاوه دي؟ ممكن اعرف النهارده في عرس، النهارده الغردقة وشرم والغردقة والجونة ومصر فيها عرس. يا رب النهارده ان شاء الله الحفلة تكسر الدنيا، تنجح بنجومها بالمحتوى اللي بنقدمه، وتبقى ليلة حلوة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب. الفستان واللوك سعيد رمزي، جوليري جلامور، الشعر محمد الصغير، مكياج منى اسماعيل. قمرايه انت عشان بتحبيني. انت قمرايه. روح نجلة. ايه من مهرجان الجونه كل سنه، والسنه دي دورته الثامنه؟ انا بستنى انا هعمل له ايه. يعني هو المهرجان ده دايما بقول كنت فاكره ان احنا اللي متبنيين، وطلع هو اللي متبنينا. ليه بقى؟ لان احنا وقفنا معاه من ساعه ما طلع، وقلنا هنقف مع المهرجان، طلع هو اللي واقف معانا. فبجد المهرجان انا بحبه. الثامنه، والسنه دي في حاجات كتيره قوي قوي يا نود. بصي بقى، مستنيه احتفل بصاحبتنا. ايوه طبعا منا. ومستنيه اشوف الساده الافاضل. والساده الافاضل أيوة. انت طالعه في دور اقول ايه ده؟ انت عارفه؟ طبعا. مخرجه دنماركيه. ايوه مستنيينك. أيوة. ايه اللي دايما بتستنيه من مهرجان الجونه؟ ان انا اشوفها والله العظيم، وحياة ربنا ده اللي دايما بستناه. حلاوه وقمر والله العظيم. كسفتي؟ لا تقولي ايه النهارده كمان عشان مقاويه يوسف شاهين. الله، بجد ما كنتش اعرف. مقاويه يوسف شاهين كمان السنه دي. اقول يا رب دايما يوسف شاهين معانا 50 سنه يسرى فن. أيوة. يعني احداث كتيره قوي المهرجان مقدمها لنا السنه دي. والله دي حاجه حلوه، تصدقي ما كنتش اعرف. يعني انا عارفه ان في حاجات كبيره السنه دي، بس ما اعرفش ان هو 100 سنه استاذ يوسف شاهين و50 سنه استاذه يسرى. يعني يا رب دايما دايما يبقوا في نجاح، ويا رب دايما يبقوا قدوه لينا، ودايما افلامهم تبقى عايشه. اصل معنى ان احنا بنحتفل بان 50 سنه و100 سنه، الافلام دي عايشه وحياتهم لسه عايشه معانا، ويا رب دايما يفضل ده على طول. لان اوحش حاجه بالنسبه للسينما والفن انك ما تفتكريش بعد كده. النجاح هو الاستمرار. بحبك. وانا كمان. دكتور اشرف زكي، اهلا بيك. ومهرجان الجونه السنه دي عرس فني مصري بنحتفل بيه، حريصين نحضره عشان يعني انا بعتبره عرس كبير جدا، وببقى حريص جدا اشارك في الافتتاح واذا قدرت احضر الفعاليات. بقول لكل القائمين على المهرجان الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله ومزيد من التقدم. سبتنا ومشيت ليه يا دكتور اشرف؟ بقى في المهرجان دلوقتي بعد المهرجان. يلا. احنا دلوقتي رايحين وافتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة. معايا الكاتب والسيناريست تامر حبيب والنجم احمد رزق. عايز اعرف منكم اكتر حاجة بتحبوها وبتستنوها في مهرجان الجونة. تامر. انا المهرجان نفسه، يعني انا يعني الحمد لله ما فوتش ولا سنة، ويا رب ما فوت ولا سنة. اصل الجونة والسينما اكتر اتنين بحبهم في حياتي، فما فيش ألذ من كده جدا. متوقع ايه من الدورة دي؟ متوقع انها تبقى حلوة جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. احمد رزق. انا بحب الجونه اصلا جدا، وبحب ان انا باجي بشوف صحابي بقالي كتير ما قابلتهمش، الى جانب ان انا اكتر مهرجان بقدر اتابع الفعاليات اللي فيه، لان كل الفعاليات حوالين بعض. يعني أيوة، ما بتبذلش مجهود كبير عشان تقدر تشوف الفيلم ده او تحضر الندوه دي او تروح الورشه دي. فدي من اميز الحاجات اللي انا بشوفها في مهرجان الجونه، غير الجونه بقى نفسها يعني فيها سحر كده انا مش عارف افسره لغايه دلوقتي. طاقة منا شلبي وتكريم منا النهارده. يعني احنا ام العروسه او ابو العروسه، احنا الاثنين. يعني نقيتي اكتر ثلاثه في الدنيا يتسالوا عن منا يعني. فطبعا فرحانين لها جدا 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 جدا. مستحق. طبعا مستحق منا، فنانه كبيره بعيدا بقى عن علاقتنا الشخصيه بيها اللي هي مهما اتكلمنا مش هنعرف نوصفها. يعني لا، هي فنانه موهوبه، فنانه كبيره مخلصه جدا لشغلها. علاقتها بالسينما وبمهرجان الجونه علاقه وطيده وكبيره، اعتقد انه مستحق جدا كمان. مقاوية يوسف شاهين. يعني ما خلاص الاسئله كلها يعني. طب نروح على هناك. يلا نروح على يلا هناك. بينا. يلا بينا.